السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الاخوان معنا اخر الاخبار بخصوص انتقالات اللي بزاف الاخوان اللي بخصوص حسين أناحي وكذلك امرابط وكذلك نصير. غنشوفوا كاملين الاخوان الصحف شنو قالوا عليهم وشنو هما الانديه اللي غادي يمشيو لهم في هذه الانتقالات الشتويه. بلا ما نطول عليكم الاخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل. نبداو الاخوان بيوسف نصيري هداف تاريخي ديال المنتخب الوطني المغربي في المونديال اللي رجعت عاوتاني وسطنا بعد ما كنت قلت لكم واحد الفيديو تقريبا غادي يكون عنده شي عام دابا انا وسطنا باغا تعاقد مع النصيري وكذلك باغا تعاقد مع نيف اكرد. دابا تعاقدت مع نيف اكرد وبقى النصيري وهنا غنقول لكم شنو قالت عليه هذه الصحيفه. والصحيفه الاخوان هي صحيفه ديلي ميل حيث قالت الهضره التاليه: اصرار النادي اللندني على اضافه نصيري الى جانب زميله المغربي نيف اكرد، حيث لا يزال يعتقد ان مهاجم اشبيليه سيكون على رادار ديفيد مويس لشهر يناير المقبل من اجل تعزيز خط هجوم الفريق. وكانت اهتمام ويست هام بشكل كبير في يناير 2021 حيث أكدت صحيفة الجارديان أن ويست هام عرض مبلغ 22.5 مليون جنيه استرليني بغية التوقيع مع مهاجم إشبيلية يوسف نصيري. وهذا الشيء الإخوان اللي كنت قلت لكم عام دابا في واحد الفيديو قديم. ندوز الإخوان الخبر اللي دار ضجة بزاف اللي هو بخصوص أمرابط وانتقال ديالو لليفربول، بحيث ان ليفربول كيعاود يهضر مع وكيل اعمال امرابط وباغيين يتعاقدوا معاه 100%. واوضح من برد الفوت ميركاتو بان كلوب قد يلتقى بالفعل بممثلي امرابط لمناقشه انتقاله الى صفوف ليفربول على ان تستأنف المفاوضات بين الطرفين بعد انتهاء منافسات كاس العالم. وصفين الاخوان امرابط هو مطلب اساسي داخل جدران الانفيلد، بحيث ان الجمهور كامل كيطالب به بالاداء اللي قدمه كذلك في كاس العالم. ندوزو دابا الاخوان لعز الدين أناحي نحله المونديال المفاجاه ديال وليد الركراكي في هذا المونديال اللي اعترفوا فيه بزاف ديال النجوم والمدربين. والانتر الاخوان هي الفريق اللي باغي عز الدين أناحي وكيدخل الصراع على الضم ديالو بعد المستويات اللي قدمها في المونديال. وقالت صحيفة كاسيوما أن الإنتر تابع المستويات التي قدمها أوناحي رفقة المنتخب المغربي في المونديال ولقى إعجابا داخل أسوار النادي الإيطالي. وأوضح المصدر ذاته أن الإنتر ينوي تقديم عرض أوناحي بعرض قدره اسمعوا مزيان الإخوان 45 مليون دولار. يعني الإخوان بعد ما كانت القيمة السوقية ديالو ما كتجاوز 5 مليون دولار بعد الأداء اللي قدمه في المونديال وصلت 45 مليون. وهذا الشيء اللي استفدنا الإخوان من هذا المونديال وهذه النتائج اللي حققناها. هذا مكان الإخوان عطيتكم الأخبار وكذلك المصادر والجرائد اللي دوا على هذا البلان هذا. نشوفوا فيديو جاي إن شاء الله في أمان.